السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. اقوى 10 شركات ربحت فيهم من البورصه في الكام سنه اللي فاتوا. مش معنى كده ان دول اجمد شركات في البورصه خالص، ولكن هم اكيد كل شركه من دول اجمد من الثانيه. لسته الاسهم دي ليست دعوه للشراء ولا للبيع نهائيا، ولكن هي اسهم جامده تابعها. لما يوم تلاقيهم بسعر كويس ادخل فيهم، دي هتكسب فيهم مليون في الميه لو اشتريتهم بسعر مظبوط. لانك لو اشتريت سهم كويس بسعر مش كويس هتخسر فيه، بالرغم انه ممكن يكون سهم قوي جدا. طب اعرف منين ده سعر كويس ولا ما اعرفش منين ده سعر كويس؟ عامل لك منتج عباره عن 3 حاجات هيعرفك الموضوع ده. رقم واحد، جروب صباح الخير يا جماعه الاسعار الكويسه ظهرت، صباح الخير يا جماعه الاسعار الكويسه اختفت، صباح الخير يا جماعه النهارده بيع، صباح الخير يا جماعه النهارده شراء. رقم اتنين، كلمني على الخاص، دعم خاص ما بيني وما بينك يوم بيوم مده 90 يوم. صباح الخير يا فاروق اشتري النهارده، صباح الخير يا فاروق محفظتي ايه، الكلام ده كله مع بعض خطوه بخطوه كأن معاك جروب توصيل غير الجروب الكبير كمان. رقم ثلاثة، مجموعة الفيديوهات اللي هتعلمك طريقة الفكر اللي أنا شغال بيها. الثلاثة دول مع بعض اسمهم كورس زي ما تخسرش في البورصة، عليهم ضمان للفلوس. بمعنى انك لو اشتريت المنتج ده اللي هو الثلاث حاجات في بعض وخسرت في البورصه بعد تطبيق الكلام ده وبعد ما انا كنت معاك ارجع لك فلوس المنتج كانك ما دفعتش اي حاجه اصلا. لو عايز تشترك في الكورس في رقم واتساب ظاهر على الشاشه ابعت لي عليه، لو مش عايز تشترك وعندك اي سؤال تاني ابعت لي برضه على رقم الواتساب اللي على الشاشه. طب ايه هم ال10 شركات دول يا جماعه؟ دول لا بالترتيب ولا بترتيب القوه ولا بالكبر ولا اي حاجه، انا هقولهم زي ما هيجوا على بالي كده. ودي اكبر شركات انا عملت منها ارباح كتير. يعني في منهم شركات اديكم مثال، مثلا اعمار مصر. انا اشتريتها وبعتها مثلا ما اعرفش 20 مره مثلا في الكام سنه اللي فاتوا، تقول في ال3 سنين اللي فاتوا. يعني الحمد لله كنت باخدها بسعر وابيعها فوق، واخدها وابيعها فوق 20 مره. وفي اوقات كنت باخدها عند نفس الرينج، يعني في اوقات قبل التعويمات اللي فاتت مش فاكر، انا ما بفتكرش ارقام كويس، ممكن ارقام غلط، بس تقريبا كنت باخدها ب 22 ابيعها 62، اخدها اسف ب 42 ابيعها 82. الرينج ده هيتحرك فيه كتير كتير قوي قوي يعني. نساجون الشرقيون شركه كبيره جدا وضخمه جدا وقويه جدا وبتصدر وعندها يعني فيها مميزات رهيبه، وبتوزع كوبون ضخم جدا، من الشركات اللي بتوزع كوبون رهيب على فكره. يعني اتمنى انها تستمر في موضوع الكوبون الكبير ده، شركه قويه يعني. طبعا سيدي كرير واموك مش محتاج اتكلم اصلا، اقول دول ايه يعني، دي صروح ضخمه، شركات قويه جدا، شركات شغاله في صناعه البتروكيماويات، من اكبر الشركات اللي موجوده طبعا اكيد هم من ضمن اكبر الشركات اللي موجوده، ده مليون في الميه يعني. طلعت مصطفى مطور قوي جدا، مطور شاطر جدا، بيعمل مشاريع قويه جدا، شركه ضخمه، شركه ارباحها كبيره، يعني شركه من الشركات الواعده، والاستثمار فيها لما بتشتريها بسعر كويس بتبقى ضامن فلوسك. بعض الناس ما بتشتريش في اسهم البنوك، وانا لا ازعم ان انا اعرف ايه الصح من الغلط، انا احتياطي ما بشتريش فيهم. لكن بعيدا عن الفتاوى والكلام ده كله، CIB التجاري الدولي شركه فتاكه، يمكن من اقوى الشركات اللي في البورصه يعني. غبور من احد اسهمي المفضله، شركه غبور GP اوتو، شركه بتاعت العربيات، الشركه الضخمه، الشركه الكبيره، شركه قويه جدا، شركه من الشركات اللي لما تحط فيها فلوسك وشاريها بسعر كويس تبقى قاعد مطمن. يا جماعه الشركات اللي انا بقولها دي كلها لو حصل واشتريت بسعر صح وحصل حرب عالميه، يعني عايز شوفوا احنا حصل ايه، مثلا حصل حرب عالميه، الشركه هتنزل وهتتبهدل وهتتفرم، السعر هيتفرم من حرب عالميه ما فيهاش كلام، بس فلوسك هترد وممكن تعمل متوسط. يا جماعه في شركات ما ينفعش تعمل فيها متوسط. المتوسط ده ليه قواعد، في ناس ساعات بتبعت لي تقول لي يعني ايه متوسط؟ متوسط يعني انت اشتريت كميه اوليه والسهم نزل جامد فتشتري كميه ثانيه تبقى شاري بسعرين فعامل متوسط سعري يعني. في شركات ما ينفعش تعمل فيها متوسط، ما ينفعش تعمل متوسط في شركه احتمال تقفل بعد 3 ايام. يا جماعه في قواعد للشراء. لو خليتك في لسته الاسهم القويه الضخمه المضمونه، مش هقول لك مش هتخسر، في ناس بتشتغل في الشركات دي بتخسر برضه عشان ما بيعرفش يشتري امتى ويبيع امتى، لكن على الاقل انت شلت كميه مخاطره رهيبه من الدخول في الشركات التعبانه. رقم 8، جهينه، من الشركات القويه جدا اللي انا شخصيا كسبت منها كويس جدا، ولكن هو عيبه ان هو سهم ساعات بيبقى بطيء شويه، ساعات يفضل واقف، لكن هو يفضل واقف واقف وفجاه تلاقيه ضرب لفوق. موضوع البطء والسرعه ده عندنا في البورصه المصريه تلاقي اسهم عليها اقبال كبير قوي في طول الوقت، تلاقي اسهم عليها اقبال في فتره معينه، في موضوع الموضات ده طالع عندنا، لكن الخلاصه انت لو شاري حاجه حلوه وشاري حاجه كويسه قريبا ام عاجلا هتيجي فرصتها وتلاقي الدنيا طلعت معاك. رقم 9، السويدي للكابلات، يا ما جبته ب7 جنيه وبعته مش عارف بكام، فاكر الرقم ده كنت بجيبه كتير، يعني كتير قوي يجي عند الرقم ده وأقوم شاريه، وبعدها بشويه ابيعه، وبعدها بشهرين جبته مثلا وبعته مش عارف 10 مرات مثلا، مش فاكر قد ايه يعني. رقم 10، الماليه والصناعيه، شركه جباره، هي مش موجوده في EGX 30، هي مش من اسهم EGX 30، لكن في بعض الاسهم في ال70 كويسه جدا برضه. عيب الماليه الصناعيه حاجه واحده، ان انا بحب اشتري السهم لما ينزل، لما يتضرب شويه، ده يعني نادرا اول لما بيقع، نادرا اول لما بينزل، نادرا اول لما بيتهز، لكن لما بتحصل نادرا الحركه دي بيبقى الدخول فيه طبعا فرصه مناسبه جدا وشركه قويه جدا. في شركه زياده هزودها على الليسته، هتبقوا كده 11 شركه. القبضه الكويتيه بالجنيه والقبضه الكويتيه بالدولار، هي شركه واحده طبعا لكن شركه قويه جدا، الاسهم بتاعتها ممكن تشتريها بالجنيه وممكن تشتريها بالدولار جوه البورصه المصريه، مش بره ولا حاجه، هي في اسهم في البورصه المصريه ممكن تشتريها بالعملتين وليها سهمين، والسهم ده ليه سعر والسهم ده ليه سعر برضه. دي من الشركات اللي انا عملت فيها ارباح كويسه جدا. لو عايز تعرف تدخل امتى وتطلع امتى، لان الموضوع مش موضوع سهم كويس، انت ممكن سهم كويس وتتبهدل فيه، كلنا عارفين قصص كتيره جدا، واكيد حضرتك عارف شخصيا ناس حصل معاها الموضوع ده. عايز تعرف تدخل امتى وتطلع امتى، 3 حاجات مع بعض: الجروب اللي انا عامله،
رقم 2 اللي هو الدعم الخاص ما بيننا وبين بعض على الواتساب. رقم 3 مجموعه الفيديوهات، 3 مع بعض اسمهم الكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه. لو اشتريت الباكج دي على بعض وخسرت فلوس بعد ما طبقت الكلام ده، رجع لك الفلوس اللي حضرتك دفعتها كانك ما دفعتش حاجه. عايز تشترك؟ في رقم واتساب ظاهر على الشاشه. مش عايز تشترك وعندك سؤال ابعت لي. شكرا، مع السلامه.